4 أيام فقط تفصل العراق عن موعد اجتماعات لجنة التقييم لملف احتضان البصرة خليج 22 مطلع عام 2015، موعد سبقه جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة العراقي، وأعلن في مؤتمر صحفي أن العراق تعاطى بإيجابية شديدة مع 13 نقطة سجلتها اللجنة من قبل وتتعلق بالإقامة والمطار والصحة، وأن العراق سينفذ خلال الأشهر الستة المقبلة كل ما سيطلب منه في اجتماعات الأسبوع المقبل. نعمل بجد ولا يمكن أن يكون هناك قرار غير الحث والطلب من العراق لتنفيذ بما يرون، سواء كان هذه النقاط مؤثرة أو غير مؤثرة، مهمة أو غير مهمة، ونحن كذلك نبقى مستعدون على تنفيذ كل المتطلبات وفق ما نتمكن وما يتمكن عليه العراق. الوزير العراقي رفض الحديث عن نسبة إنجاز بعينها في المدينة الرياضية أو كل الجوانب المتعلقة بالدورة، لكنه ألمح إلى أن السياسة قد تتدخل في ملف البصرة ليتعرض إلى تطور لا يسر تحدث عنه الإعلاميون، وهو تطور قد ينبع من أسباب خارجة عن إرادة أهل الرياضة، مشددا على أن ما بني في المدينة يعد مكسبا ثابتا للعراقيين إلى جانب مكسب إقامة البطولة في العراق. تجاوز على هذا الحق بالمقابل بصراحة يأثر سلبا على العلاقات. نحن علينا أن نسعى ولا نعلم هذه النسبة كم تكون، ولكن هل تسألني هل أنت حاضر؟ أقول نعم نحن حاضرين. أما إذا كان هناك قرار سياسي أو قرارات أخرى خارجة عن إرادة الاتحادات المعنية، عن وزارة الشباب، أي مسائل أتصور يحتاج إلى جو غير هذا الجو الذي نحن فيه. معلوم أن لجنة التفتيش الخليجية ستزور البصرة قريبا للاطلاع على ما تم تنفيذه على أرض الواقع، لترفع بعد ذلك تقريرها إلى رؤساء الاتحادات الكروية الخليجية. علي رياح، الجزيرة الرياضية، بغداد.